ايه الاخبار؟ انا علي، لسه مخلص اول سنه في حسابات. ما كانش عندي صراحه اي خلفيه عن البروبلم سولفنج قبل ما اخد الكورس. عرفت الكورس من يوتيوب. شفت كام بودكاست برضه لمستر الجوريزمس. الموضوع كان شاددني ان انا ابدا عامه. مش هتكلم عن البروبلم سولفنج كمهمه ولا لا، انت غالبا عارف هو مهم ازاي. وممكن تبقى تشوف التشانل لو انت لسه مش مدرك قد ايه هو مهم. الميزه بتاعت الكورس عامه ان هو علمنا سي بلس بلس، وان احنا بدانا نحل بيها بروبلم سولفنج. في الجامعه عندنا كانت بس جافا وبايثون. فسي بلس بلس دي انا ما كنتش عارف عنها اي حاجه. بس في نفس الوقت برضه مش دي ميزه الكورس. ميزه الكورس عامه ان هو كان بيعلمك ازاي تفكر في ان انت قبل ما تحل المساله. اي فيديو على اليوتيوب مثلا بيحل مسائل من الليت كود او حاجه، هو بس بيكتب الكود يشرحه كده، يحطه في وشك وانت فهمت فهمت، ما فهمتش خلاص. انما في الكورس عامه كانت افضل حاجه حته ان هو كان بيشرح على كانفا قبل ما يكتب الكود. في حتة أصلا إن هو بيخليك إزاي تفكر، دي كانت أهم حاجة عندي. وفعلا حاسس إن أنا بعد ما خلصت الكورس أنا قادر أحل أي مسألة تيجي قدامي. أكيد مش أي مسألة، بس المسائل اللي في الليفل بتاعي. هو برضه مش هيوصلك إن أنت تبقى خبير أو حتة عالية قوي. أنا بتكلم عن أول ليفل يعني، عشان ده الليفل اللي أنا خلصته. بس هيوصلك الليفل محترم إنك تبدأ تحل مثلا عليه كود، تبدأ كود فورسز، تبدأ أي حاجة أنت عايز تبدأ فيها في حتة البروبلم سولفنج. اكتر توبك استمتعت بيه كان الاري. انا حليت كتير اري واتبسطت صراحه في الكورس ده. بس كانت في صعوبات واجهتني صراحه. الكورس كان محتاج مجهود، وكان محتاج فعلا وقت مني ان انا احطه عشان اخد الفايده اصلا. حته ان انا بحل اول مساله بروبلم سولفنج ليه كانت ليها رهبه بالنسبه لي. بس عرفت اعديها مع الفيديوز اللي كانت في الكورس يعني. بتفهم الفكرة، بتحاول تكتب الكود مع نفسك، أكيد بتجيب غلطات كتير بس بتوصل لليفل كويس يعني. ونصيحتي لأي حد عامة حابب يشترك في الكورس ده إن هو يديله وقت، وفعلا ما بس يستسلم ويمشي كده، لأ مش حاجة وحشة يعني. في عامة لأي حد هياخد الكورس ده إن هو يفكر قبل ما يحل. بس ما تسمعش الفيديوز بس، لأ أنت محتاج تطبق معاها وتحل أنت بإيدك. وهو أصلا بيقول لك كده في الفيديوز. نصيحتي لأي حد عامة ياخد الكورس إن هو يبدأ يحل بإيده بعد ما يخلص الكورس. وقبل ما يخلص الكورس يعني هو تحل معاه، يعني ده اللي أنا أقصده. وإن أنت بس ما تسمعش الفيديوز وخلاص، لأ أنت فعلا محتاج تطبق بإيدك عشان تستفيد فعلا من الكورس. هو أكبر فايدة في الكورس عامة حتة البروبلم سولفينج، إن أنت هتحل حوالي أكتر من 50 مسألة، فما تضيعش ده منك. ما تسمعش بس.